الجو سيتغير تماما في الساعات القادمة، والمملكة على موعد مع تقلبات جوية لم نشهدها منذ بداية الموسم. إذا كنت تعتقد أن الربيع قد حل، فانتظر حتى تسمع ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرتها الإنذارية الأخيرة لهذا اليوم 29 من مارس. نحن لا نتحدث عن أمطار عادية، بل عن عواصف رعدية قوية ومنخفض جوي عميق سيضرب أجزاء واسعة من المغرب. المديرية رفعت درجة اليقظة إلى المستوى البرتقالي، وفي بعض المناطق إلى المستوى الأحمر، محذرة من تساقطات مطرية ستتجاوز 50 ملم في ظرف وجيز. تخيلوا حجم المياه الذي سيصب في الأودية والشعاب، مما يرفع خطر الفيضانات المحلية بشكل كبير، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية لتصريف المياه. الأقاليم المعنية بهذه العواصف تشمل الشمال، منطقة الريف، والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى. لكن الخبر الأكثر إثارة للقلق هو ما سيحدث في المرتفعات، فبينما تنزل الأمطار في المدن الساحلية، ستتحول إلى ثلوج كثيفة في قمم الأطلس المتوسط والكبير والريف. التوقعات تشير إلى سمك ثلوج يتجاوز 30 سنتيمترا. نعم، 30 سنتيمترا من الثلوج كفيلة بقطع الطرق وعزل القرى الجبلية. لذا وجب على سكان هذه المناطق اتخاذ كافة الاحتياطات من حطب للتدفئة ومؤونة غذائية. وليس هذا فحسب، فالانخفاض الحاد في درجات الحرارة سيكون صادما. في بعض المناطق الجبلية والنازحة ستسجل المحارير 9 درجات تحت الصفر. نحن نتحدث عن برد قارس سيجمد كل شيء، مما يتطلب رعاية خاصة بالأطفال وكبار السن، وأيضا بالثروة الحيوانية التي تعاني في مثل هذه الظروف الجوية القاسية. رسالة خاصة لكل السائقين ومستعملي الطريق السيار: الرؤية ستكون ضعيفة جدا بسبب الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف والرياح القوية التي ستتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة، قد تجعل التحكم في المركبات أمرا صعبا، خاصة الشاحنات والحافلات. ننصحكم بتجنب السفر غير الضروري في المناطق الجبلية خلال 48 ساعة القادمة، والتأكد من حالة العجلات والمكابح وأضواء الضباب قبل الانطلاق. الخطر لا يكمن فقط في الأمطار، بل في الرياح القوية التي قد تسبب سقوط الأشجار أو اللوحات الإشهارية في المدن الكبرى مثل طنجة، الدار البيضاء، والرباط. يجب على الجميع توخي الحذر الشديد عند المرور بجانب البنايات قيد الإنشاء أو الأشجار العالية. لماذا نحذر بهذه القوة؟ لأن التجارب السابقة علمتنا أن الاستهانة بنشرات الأرصاد الجوية قد تؤدي إلى كوارث لا قدر الله. نحن هنا لنكون عينكم على الواقع، لننقل لكم المعلومة الرسمية والموثقة لكي تحموا أنفسكم وعائلاتكم. الأمطار هي نعمة من الله، ونحن في أمس الحاجة إليها لملء السدود وسقي الزرع، لكن كثرة الصب تخاف منه، والوقاية دائما خير من العلاج. ستبدأ هذه الموجة بقوة ابتداء من مساء اليوم، وتستمر طيلة يوم غد الاثنين، مع توقعات ببدء الاستقرار التدريجي يوم الثلاثاء. سنوافيكم في القناة بأي تحديث عاجل أو تغيير في مسار المنخفض الجوي، فكونوا على أهبة الاستعداد. في الختام نطلب منكم مشاركة هذا الفيديو على أوسع نطاق، أرسلوه لعائلاتكم في المجموعات، حذروا أصدقائكم، فربما تكون معلومة واحدة سببا في نجاة شخص من خطر محقق. بارطاجي الفيديو باش الكل ياخذ حذره. والآن أخبرونا في التعليقات، كيف هي الأجواء الآن في مدينتكم؟ هل بدأت الغيوم في التجمع؟ وهل أنتم مستعدون لهذه العاصفة؟ نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة على بلادنا، وأن يحفظ كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة. شكرا لمتابعتكم، والسلامة للجميع.